ازيكم يا رجاله؟ عاملين ايه؟ اخباركم؟ رحمن سلام اسيستنت. الفيديو التاني من السلسله بتاعتنا بتاعت تعمل ايه لو انت لسه مدرش في ثانويه عام. النهارده عايز اعرفك شويه حاجات انت محتاج تعرفها. ليه يا عبد الرحمن انا محتاج اعرفها؟ عشان اي خطه يعني بتتبني على الثلاث عواميد دول. قشطه يا رياسه. اول حاجه الوقت، سهله وبسيطه. تاني حاجه اللي معايا واللي مش معايا، بين قوسين المواد اللي معايا، المواد اللي مش معايا، المواد اللي فاتحها، المواد اللي ملمس فيها كذلك. تالت حاجه المصادر، اخد المراجعه ال10 ساعات ديت، ولا صحيح دي نجوى عامله مش عارفه ايه، ولا المدرس الفلاني دوت الحصه بتاعته قصيره فممكن اضرب لي مثلا حصتين في مره واحده وكذلك. يبقى ايه؟ الوقت، اللي معايا اللي مش معايا، المصادر. دول 3 حاجات. ايش تاريسه؟ لازم اي خطه تكون عمليه ربط ال3 حاجات دي. يعني انا دلوقتي بعمل خطه فهي عباره عن عمليه ربط ال3 عوامل دول: الوقت اللي مش معايا والمصدر. ايش تاريسه؟ عندي حاجه مش معايا، هحدد لها وقت بس عن طريق ايه؟ المصدر. فهم ال3 ايه؟ متوصلين ببعض. يعني مثلا انا لقيت دلوقتي محاضره 10 ساعات على حاجه انا مش عارفها. مثلا في واحد عامل مراجعه على 3 بيبان مثلا، وفي مراجعه 10 ساعات عليها. خلاص يبقى انا كده ايه؟ الوقت 10 ساعات، الحاجه اللي انا مش عارفها ال3 بيبان، المصدر هي المراجعه دي. فاهمني يا رياسه؟ بس طبعا انت مش هتاخدها على 10 ساعات، يعني انت هتاخدها على اكتر بكتير، بس تمام. المهم ايه؟ ال3 حاجات دول هم انت بتبني بيهم الخطه، ولكن مع مراعاه حاجتين بس: قدرتي. انا دلوقتي بديك الهيدلاينز بس، خد بالك، بديك العناوين كده، بعد كده نخش في التفصيل، فركز معايا. قدرتي ادي واحد. العوامل الخارجيه سلاش الظروف يعني. تمام. نخش بقى كده على اول عامل وهو الوقت. بس ده عليك انت يا رياس. اصل انا ما اعرفكش. ما ممكن واحد يقول لي بقول لك يا عبد الرحمن معلش انا اصل انا بشتغل. معلش يا عبد الرحمن اصل انا مثلا والدي تعبان فبضطر ان انا اقعد معاه. عوامل كتير قوي، فانت ما تعرفش، او انا سوري ما اعرفش انت عندك وقت قد ايه. فانت لازم تكون عارف انا مثلا عندي في اليوم 6 ساعات، واحد تاني عنده 10، واحد تالت عنده 12. خلاص يا ياسر، عشان الخطه بتاعتك اللي انت اصلا كاتبها، الناس اللي متفرجه على الفيديو الاولاني لازم تكون ايه؟ عامل حسابك فيها ان انت عندك وقت كذا. وخليك ايه؟ واقعي. وافضل اعيد الكلمه دي كتير: خليك واقعي من اولها. ليه بقى؟ لان انت صدقني لو انت خليتك واقعي من اولها واشتغلت هتنبسط، لكن لو انت خليتها مش واقعيه وبعد كده اشتغلت مش هتنبسط. فاهمني؟ لو انت مش فاهم كلامي يبقى تفكش على الفيديو الاولاني. تمام يا ريس. تاني حاجه اللي هنخش فيها في التفصيل بقى: اللي معايا واللي مش معايا، بين قوسين المواد. هي واضحه، بس انا برضه عايز اقول حاجه. المواد بتاعت ثانويه عامه كلها تندرج تحت 3 اصناف كده. الصنف الاول المواد اللي بره المجموع. الصنف التاني المواد اللي هي بتتلم، اللي انا عملت عليها فيديو بس انا هلخصه لك الفيديو ده على السريع، اللي هي عباره عن ايه؟ عربي، انجليزي، لغه تانية. ال3 مواد دول فئه لوحدهم. الفئه الثالثه او الصنف الثالث اللي هي ايه؟ بقيه المواد اصلا. هو باين الفوكس باص كده ليه؟ بس ما علينا. خلاص يا رياسه. يبقى انت كده عندك المواد كلها متقسمه ايه؟ المواد اللي بره المجموع، المواد اللي هي عربي، انجليزي، لغه تانية، باقي المواد كلهم. خلاص. حد بقى يقول لي طب انا ازهر، بعد اذنك وفي ثانيه صنف لي المواد بتاعتك على ال3 حاجات دول: المواد اللي بره المجموع، ال3 مواد اللي هم عربي، انجليزي، لغه تانية. هم ايه ال3 مواد دول يا عبد الرحمن؟ دي المواد اللي هي من الاخر كده بتتلم. يعني العربي دوت، يا لهوي العربي ده كبير قوي. ما بتكلمش عن بتاع ازهر، بتكلم العادي. بالنسبه له العربي ده، هو طبعا الازهر بالنسبه له مجر كتير بس تمام، انا اقصد ايه؟ العادي بالنسبه له العربي ده كبير قوي، هو ازاي بيتلم؟ لا، ما هو المدرسين بيبقوا عارفين. يعني ال3 مواد دول انا بقول لك ليه بيتلموا في الاخر، لان المدرس بيبقى عارف. يعني مثلا عمرك ما هتلاقي مدرس فيزياء بيراجع لك خلاص وهو عارف ان انت فتحش الماده، اصل دي فيزياء، هو عارف ان انت فتحها بس بيراجع لك. لكن في العربي هو بيراجع لك وهو عارف ان انت اصلا ما فتحش الماده دي. فاهمني يا رياسه؟ تمام. يبقى دي كده ايه؟ ده اللي انا اقصده بفئه او صنف ال3 مواد. باقي المواد بقى زي ما انت فاهم ايه، هتحط بقيه المواد بتوعك. خلاص تمام. نخش بقى على اخر حاجه وهي المصادر. ده دورك برضو. ايه ده وفي عبد الرحمن الوقت عليا والمصادر عليا و... واسمها ايه دي، وصلنا في المواد. هو انت عايزني انا اللي اعمل يعني ولا ايه؟ ما هو بص يا ريس، انت اللي هتعمل. طول ما انت اللي بتعمل
ما هو انت اللي هتنجح. طول ما انت اللي بتعمل يبقى انت كده ماشي صح. اصل مش هينفع انا اتعب بعد كده انت تنجح، مش هتشتغل يعني. والله يا ريت يا ابني، والله يا ريت يا ابني التعب اللي انا بتعبه في الفيديوهات ديت يتوزع عليكم، ولكن مش هينفع، لازم انت تتعب وساعتها انت تنجح. فاهمني يا رياسه؟ انا يعني مساعده فقط. قشطه يا رياسه؟ قشطه يا رياسه. عايز برضه اقول لكم على حاجه، هو حته ان الفيديوهات من غير مونتاج، هل ده حاجه يعني مضايقاك ولا ان انا متعمد؟ فاهمني يا رياسه؟ وكده كده المونتاج يعني مش هياخد وقت كتير قوي. المهم ايه، في حاجات عايز افهمها لك، انا كاتبها عندي هنا في السكريبت، 1 2 3 كده عايز اقولهم لك. اول حاجه، انت المدرسين بيحاربوا عليك. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت دلوقتي انا مدرس عربي والتاني ده مدرس عربي، نقعد بقى نحارب بعض عشان ناخدك انت كطالب، عشان انت بالنسبه لي ايه، فلوس. تمام؟ لازم تكون انت عارف الموضوع ده كويس قوي. فدوت يعني بيجي عليه بقى، يعني بعد ما الموضوع ده بيحصل فيه ميزه وفيه عيب. اول ميزه اللي هو كل ما المنافسه بتزيد كل ما انت تستفيد. يعني مثلا زمان ما كانش في حاجه اسمها المراجعه مجاني على اليوتيوب كده، مراجعه 10 ساعات مجانيه على اليوتيوب، لا، ما عشان المنافسه فبدات المراجعات دي تنزل. فاهمني؟ فدي ميزه ليك. ولكن في بقى عيب بيجي، الكليك بيت والحاجات الفيك. يعني ايه بقى؟ يعني اخر كده تلاقي مراجعات فيك، فاهم؟ زي مثلا في مدرس كده بدون اسماء عمل مراجعات كتير جدا، من كتر ما هو عمل مراجعات كتير هي بقت وحشه وانا اتسوحت. بس عيب، لا ما تلاقيش لحقت نفسي يعني، خلاص. بس ايه، فدي مشاكل بتحصل لك. ايه تاني يا عبد الرحمن عايز تقول لي بخصوص المصادر؟ عايز اقول لك ايه تاني بخصوص المصادر؟ ان المدرس بيبقى عايز ياخد، يعني المدرس بقى عايز يلم فلوس، فاهمني؟ فيقوم عامل لك مثلا مراجعه 15 ساعه. طب انت واحد مثلا من الفئه اللي هي بتذاكر بس مراكمه كتير قوي، هو هيراجع على حاجه انت اصلا واخدها وعارفها، فاهمني؟ واخد المحاضرات. هتاخد المراجعه ال 15 ساعه دي ليه؟ ولا ال 10 ساعات دي ليه؟ حرام، فاهمني؟ فبتضيع وقتك. فانت خد بالك ان مش دايما يعني ما تطمنش للمدرس قوي. يعني هو المدرس هو فعلا عايز يفيدك وكده، بس خد بالك ان هو مش دايما هيبقى عامل حسابه ان في ناس مذاكره. يعني انا هفهمك حاجه، هو دلوقتي عامل محاضره 10 ساعات بيشرح فيها المنهج كله بالتفصيل. انا دلوقتي واحد واخد المحاضرات، اتفرج على الحاجات دي ليه؟ فاهمني؟ لكن انا مثلا من الفئه اللي ما بداتش خالص، لا اتفرج. فانت خد بالك، يعني المدرس قال لك خد المحاضره دي، مش لازم تاخدها. في اغلب الاوقات لما المدرس بيقول لك خد المحاضره دي مش لازم تاخدها، فاهمني؟ خلاص. تالت حاجه، لازم تشوف الفيديو اللي انا عملته. معلش يعني لو انا عارف ان انا هضم لك كل حاجه هنا، بس الفيديو ده مهم قوي 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 قوي، عشان كده لازم اقول لك تتفرج عليه. بقول لك مين وازاي تاخد المراجعات الطويله جدا دي اللي هي 10 ساعات، مين ياخدها، ازاي تاخدها. الفيديو ده انا هحطه لك في اول كومنت وهحطه لك في الوصف، ولو انا ما حطيتهمش لازم تدور عليه، هتلاقيه عندي في القناه. اسم مكتوب كده في الصوره بتاعت الفيديو المراجعات الطويله، ومكتوب في العنوان المراجعات ال10 ساعات بين قوسين الفيديو اللي لازم تشوفه. لازم تشوف الفيديو ده، لازم اساسي. فاضل بقى ايه؟ انا قلت لك الثلاث عوامل دول وقلتهم لك بالتفصيل، وقلت لك مع مراعاه حاجتين، قدراتك وايه، والعوامل الخارجيه سلاش الظروف. بس احنا ممكن نشيل بقى الجمله الطويله دي ونعملها كده ونطلع كلمه الخوازيق. ما هي الخوازيق هي دي اللي انا اقصدها. فانت كده ايه، قدراتي والخوازيق. هقول لك حاجتين عن قدراتي. اول حاجه عن قدراتي، خليك واقعي وما تدلعش قوي برضه. بس ليه بقى؟ لان انت لو انت كنت واقعي، يعني مثلا انت قلت لنفسك والله انا ما بذاكرش غير 6 ساعات، وعملت الخطه كلها على اساس كده، ولقيتها اشتغلت، ايه ده ايه ده، يعني انا اقدر فعلا اذاكر 6 ساعات وتشتغل، هتنبسط. لكن انت لو بقى قلت انا اذاكر فيهم 10 ساعات واشتغلت، ما فاهمني؟ وفي نفس الوقت ايه، ما تدلعش قوي برضه. عايز اقول لك بقى على حاجه، واحد دلوقتي من فئه الناس اللي ما فتحوش المناهج خالص، هو اصلا ما يعرفش نفسه، هو ما يعرفش انا اخري قد ايه، هو انا 8 ولا 6. عايزك تبدا بالتدريج، فاهمني؟ وتعدل على الخطه كل شويه، وهتكلم برضه عن حوار تعديل الخطه ده، فاهم؟ عايزك ايه، تبدا بالتدريج. لكن لو انت واحد مثلا من الناس اللي مجربه نفسها، اللي ملمسه ايا كان كنت فئه ايه، بس مجرب نفسك، خلاص انت كده كده خلاص ايه، عارف ان انت مثلا 8 ساعات هو ده اخرك، فاهمني؟ تمام قوي. نخش بقى على حته الخوازيق. مبدئيا كده، الخوازيق دي حاجه يعني طبيعيه، فانت ما تقولش مثلا ده انا خوازيق كتير فانا كده عشت وسخ. لا، هو ده طبيعي. بص يا ريس، لو انت بتتفرج على الفيديو اللي فات وانت لازم تتفرج عليه عشان الكلام متسلسل، عايزك ما تخافش ان انت تعدل على الخطه بتاعتك، بالعكس عايزك تنبسط. لان انت طول طبعا ما التعديل له سبب، فدي حاجه كويسه. انت كده تفاديت مشكله. كل ما تلاقي نفسك بتعدل على الخطه، انا قلت لك ان انت لازم يكون عندك خطه، وكل ما تتفرج على فيديو تعدل.
لو انت عدلت على الخطه بتاعتك بعد الفيديو دوت دي حاجه كويسه جدا، لان خد بالك كل لما انت تعدل على الخطه ده معناه ان انت تفاديت مشكله او حليت مشكله او توقعت حاجه هتحصل فرحت معدل حاجه، فاهمني؟ فالتعديل دوت حاجه كويسه ما تزعلش منه يعني، لان انا كنت من الناس اللي ما كنتش بحب اعدل، كنت عايز اعمل الخطه وخلاص بقى ما المسهاش تاني، لا لازم تعدل لان دي حاجه كويسه. كده خلاص تمام يا رياسر. الفيديو 10 دقايق برضو زي المره اللي فاتت. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، اعملوا شير ولايك بقى والحاجات دي. يلا سلام بقى يا رجاله.